السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الطلاب اللي بتدرس رياضة إن شاء الله معاكم مستر محمد المصري في الكورس التأسيسي الحصة الأولى. إن شاء الله إحنا بنعمل الكورس التأسيسي ده ليه؟ يبقى إيه الفايدة من الكورس التأسيسي؟ تاني حاجة، أنا عاوز أقول لك إيه اللي جوانا من ناحية الرياضة. تاني حاجة، إيه اللي بيتعبك في الرياضة هنحاول نحلها لك. أول حاجة يا مستر، الكورس التأسيسي ده بيخص مين؟ الحصص دي يا شباب بتخص الطالب من اولى اعدادي لحد تالتة ثانوي. انا بحاول اوقفك على الاساسيات الكويسه جدا اللي تقدر تخليك تكمل السنه اللي انت داخلها وانت يعني مرتاح جدا، مفيش حاجه واقفه قدامك، مفيش حاجه قرفاك، الدنيا هتكون تمام يعني. طيب ده الجزء الاول، ده الغرض من الكورس التاسيسي. وطبعا خاصه طلبه ثالثه ثانوي دول احنا بنخليك يعني بالبلدي كده كل القديم بنراجعه لك طبعا على اكتر من حصه. طب يا مستر انا طالب مثلا في اولى ثانوي هسمع ايه؟ انا هقول لك الحصه دي مين اللي يشوفها والحصه دي مين اللي يشوفها، بحيث انا عاوز الطلبه تكون مستواها كويس. طيب طلبه كتير جدا بتسال يا مستر، دي الحاجه اللي هي داخلا لي انا، يا مستر احنا بندرس الرياضه دي، الرياضه فايدتها ايه؟ إيه معلش يعني الرياضه دي ماده جامده وبحته، ماده قرفانه وخلاص ايه الاستفاده منها يعني؟ لا الموضوع يا جماعه غير ما انت شايف خالص. ان شاء الله خلال السنه هحاول اوري لك ان الرياضه دي موجوده في كل حاجه حوالينا. يعني مثلا موجوده في الكاميرا اللي بتصور دي، موجوده في العربيه اللي باباك بيسوقها، موجوده في مثلا في الكهرباء نفسها. الرياضه موجوده في المبنى اللي انت بتشوفه بشكل غريب ده، دي الرياضه، بس طبعا انت بتدرس منها الجزئيات الصغيره. طيب يا مستر انت دلوقتي هتقول لنا ايه؟ دلوقتي انا هقول لك الاول المفاهيم الرياضيه دي عشان مستواك يرتفع. انت دايما الطلبه بتقول لك ايه يا مستر؟ بتقول ان مشكلتي ان انا مش فاهم يعني ايه مثلا تقاطع، يعني ايه اتحاد، يعني ايه فتره. انا كل قصتي في الكورس التاسيسي ده هوضح لك النقط دي وازاي انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه، مش حافظ كلمتين عشان تخش الامتحان تكتبهم لي وخلاص. لا انا مش عاوزك كده، انا عاوزك تبقى فاهم كويس عشان مستواك يعلى وتبدا تتابع مع المستر وتتابع وتشوف الرياضه ماشيه ازاي. طيب ادي دي كمان الجزئيه الثانيه. بالنسبه هنا للحصص يا شباب، احنا ان شاء الله هنعمل حصه واثنين وثلاثه للكورس ايه؟ للكورس التاسيسي، بحيث نوصل بيك إيه، نراجع لك كل القديم ان شاء الله مثلا من اولى اعدادي لحد تانية ثانوي. هنبدا نراجع كل حاجه، ما هنسيبش اي حاجه خالص، بحيث بقول لك ايه نظبط كل الامور. طبعا ايه، ان شاء الله هنبتدي الحصه الاولى اللي احنا نشرحها النهارده يا شباب. طالب ينفع يتفرج عليه من اولى اعدادي لحد ثالثه ايه؟ ثالثه ثانوي. هنبتدي بايه؟ هنبتدي باول حاجه يا شباب. الحصه الاولى بتتكلم عن المجموعات. الايه يا شباب؟ المجموعات. هتاخد ايه في المجموعات، او احنا بندرس ليه المجموعات؟ ايه المجموعه؟ إيه مثلا المجموعه اعرف اكتبها ازاي واعبر عنها ازاي؟ اللي برضه ازاي انت تقدر تعمل تقاطعات واتحادات للمجموعه، ازاي تقدر تشوف تنتمي ولا تنتمي والحاجات بتاعت المجموعات دي كلها. طبعا ايه القصه دي كلها قصه بسيطه. طيب مين المجموعات يا مستر؟ المجموعه حاجه يا شباب محدده، تحديد تام، شويه اشياء، وليكن خمس اولاد محطوطين محمد واحمد ومحمود، خمس او خمس حروف الف وب وج ودال. فالمجموعه هي مش عده اشياء محدده تحديدا تاما، يعني متحدده تحديد تام. طب يا مستر تقدر انت تعبر لي عن المجموعه دي؟ المجموعه دي بكتبها ازاي؟ طبعا المجموعه ليها قوس يا شباب اللي هو انت حضرتك عارفه، شكله عامل كده، ده قوس المجموعه. طيب من جواه بيكون ايه يا شباب؟ موجود شويه عناصر، وليكن الف وب وج وانت ماشي ودال وكده، دي المجموعه. يبقى اللي جوه ده اسمه ايه يا شباب؟ اللي جوه ده اسمه يا شباب عناصر. طيب تمام يا مستر، ازاي بتقدر تعبر عن المجموعه؟ هل في طرق تعبير عن طبعا. ممكن واحد يقول لك ايه، انا بكتب المجموعه كده، بص بكتب المجموعه كده واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. الطريقه دي اسمها طريقه إيه يا شباب؟ دي اسمها طريقه السرد، اللي هي بالبلد الطريقه الجبريه. بص طريقه جبريه، بحط الارقام جنب بعضها، بص واحد اثنين ثلاثه اربعه. طيب افرض مثلا واحد عاوز يعبر عنها بكلام لفظي، يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك س
ماشي، حيث س ده عدد مثلا زوجي، دي المجموعة. خدت بالك كده؟ يبقى دي بيعبر عنها بطريقة ايه يا شباب؟ طريقة لفظية. يبقى دي الأولانية دي طريقة سرد أرقام مرصوصة، دي طريقة ايه يا شباب؟ طريقة لفظية. ممكن يعبر عنها بطريقة اسمها طريقة الصفة المميزة، اللي هي ازاي يا مستر؟ مثلا طريقة الصفة المميزة يقول لك س حيث س، لازم يحدد س حيث س دي، س ده معناها انه عنصر من المجموعة دي، عنصر 5 4 3. حيث س مثلا تنتمي لطه مثلا، يقول لك س أكبر من الواحد. س أكبر من كام يا شباب؟ من الواحد. يبقى إيه اللي أكبر من الواحد في طه؟ اللي هم طه دي طبعا مجموعة الأعداد الطبيعية، هنشوفها دلوقتي. مين اللي أكبر من الواحد؟ الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة، وطبعا وأنت ماشي. يبقى دي يا شباب أول حاجة إيه؟ إزاي أنا عرفت المجموعة وإزاي أقدر أعبر عنها؟ الطريقة دي طريقة رمزية. طريقة إيه يا شباب؟ رمزية، اللي هي بالرموز يعني بالبلدي. دي الطرق عن تعبير إيه يا شباب؟ يبقى هنا كيفية التعبير عن المجموعة. يعني يا مستر المجموعة بنكتبها ازاي يعني؟ عشان ما تقولش المستر بيكتب وخلاص يعني. طيب لو جيت قلت يا شباب اي حاجة بنقدر الناس تتعامل مع بعضيها، طيب هل المجموعات دي ينفع يتعاملوا مع بعضهم؟ اقدر اعمل لهم حاجة اسمها اتحاد، حاجة اسمها تقاطع، حاجة اسمها ايه يا شباب؟ حاجة اسمها الفرق. طيب لو جيت قلت يا شباب يبقى في هنا حاجة اسمها العمليات، اللي هو التقاطع او الاتحاد والتقاطع والفرق. مين التقاطع ده يا شباب؟ التقاطع ده كله، يعني الاتحاد ده بقول لك بالبلدي كده، معاك سكر ومعاك شاي بتخلطهم على بعض ونقول كده عملنا اتحاد السكر والشاي، فطلعنا في الاخر ايه يا شباب؟ الاتحاد. طب مين التقاطع؟ التقاطع ده يا شباب الحاجه المشتركه، الحاجه يا شباب المشتركه، يعني الموجود هنا والموجود هنا. مين الفرق؟ طبعا الفرق اللي هو علامته علامه زي علامه الناقص كده، ده اسمه ايه يا شباب؟ الفرق. طيب مين ده؟ الموجود في الأول ومش مش موجود في التاني، يعني اللي في الأول ومش في التاني. طيب تعالى يا مستر نشوف كده، نقلب كده. زي مثلا لو جيت قلت لك مجموعة اسمها س، عبارة عن 1 و2 و3، ومجموعة اسمها ص، عبارة عن 3 و4 و1 و5. وقلت لحضرتك أنا عاوز يا مستر س اتحاد ص، عاوز يا مستر س اتحاد ص. اتفقنا س وص، حط كل العناصر، حط كله على بعضه، يلا كده. طيب يلا. طيب في ملحوظات كده عن المجموعة شوية، ملحوظات عن المجموعة. خد ملحوظات اهي. أول ملحوظات، هل ينفع تكرر في المجموعة؟ يعني ينفع أقول في المجموعة ينفع رقم 2؟ يعني ينفع أعمل كده؟ هل أقول في المجموعة 2 3 2 4؟ لا، هنا ما ينفعش التكرار في المجموعة، يبقى لا يصلح التكرار. يبقى دي أول حاجة، يبقى التكرار في المجموعة إيه يا شباب؟ ما ينفعش. طيب تاني حاجة، هل المجموعة أنا لازم أكتبها مترتبة؟ يعني إيه يا مستر؟ يعني لازم أنت حضرتك تكتب المجموعة مترتبة؟ إزاي يعني مترتبة؟ يعني لازم تكتبها 1 2 3؟ لا طبعا، ينفع تكتبها كده وينفع تكتبها 3 1 مثلا 2. يبقى المجموعة منتش محتاج ترتب، يبقى عادي. طبعا والحته دي هتلاقي طالب ثالثه ثانوي ومحتاجها في درس عندك اسمه ايه؟ اعداد العد في الاول كده، درس مهم يعني. فهنا يا شباب هنا 1 2 3، هنا 3 1 2، يعني براحتك ترتب او لا، انت حر. فاهم قصدي؟ يعني براحتك في الترتيب، الترتيب غير ضروري، يعني ترتب او ما ترتبش الاثنين ايه يا شباب؟ صح. طيب وادي احنا ماشيين. ايه يا مستر الاتحاد؟ ازاي اقدر اجيب الاتحاد بين المجموعه دي والمجموعه دي؟ الاتحاد حاجه بسيطه جدا. الاتحاد يا مستر قلنا بنحطهم كلهم على بعض. شباب انا عاوزك تفهم
تفهم عشان تعرف ايه الاتحاد. الاتحاد ده قلنا ازاي بتحطهم كلهم على بعض، اللي هو ازاي يا مستر؟ ابدأ كده. 1 2 3. طيب هنا بقى ال3 خلاص بقى مكتوبة، خلاص ما اخدهاش بقى. ال4 مش مكتوبة اخدها. ها ال1 خلاص مكتوب. ال5 مش مكتوبة اخدها. يبقى ده الاتحاد. لو حطيت يا مستر كل العناصر، واحنا كده كده ايه يا شباب؟ ما بنحطش المقرر في المجموع. تاني يا تيس ما تلخبطش. دلوقتي يا شباب الاتحاد بحط ده على ده. طب التقاطع يا شباب س تقاطع ص. اتفقنا يا شباب الحاجة المشترك. مين المشترك هنا وهنا يا مستر؟ المشترك نقول أول حاجة ال3 نحطها، ال1 مشترك نحطه، خلاص على كده. يبقى هنا معناها ايه يا شباب؟ الحاجة المشتركة في س وفي ايه؟ وفي ص. طيب هنا اما اجي اقول لك س فرق ص، مين س فرق ص؟ يعني يا مستر ايه اللي موجود في س ومش موجود في ص؟ ايه الموجود في س ومش موجود في ص؟ طب نشوف كده. ال1 موجود هنا وهنا، ما ينفعش. ال2 موجوده في س ومش موجوده في ص، تبقى تنفع. ال3 موجوده هنا وهنا، خلاص ما تنفعش. يبقى س ناقص ص بتساوي كام؟ او س فرق ص بتساوي 2. يبقى كده يا شباب احنا اتكلمنا عن المجموعه، واتكلمنا في حاجه بسيطه جدا اهو، واتكلمنا ازاي تقدر تشوف المجموعه وازاي تعرف تعبر عنها بطريقه السرد او طريقه اللفظيه وكده. وخدنا 3 حاجات ازاي تقدر تتعامل مع العمليات على المجموعات. طيب تاني حاجه يا شباب قلنا ايه؟ قلنا خدنا ازاي تقدر تجيب تقاطع واتحاد بين الحاجتين دول. قلنا الاتحاد ده كل حاجه بتحطها على بعض، والتقاطع بتجيب الحاجه المشتركه، والفرق بتشوف ايه اللي موجود في س ومش موجود في ص. وقلنا هنا يا شباب من ضمن الحاجات ان المجموعه ما ينفعش تعمل ايه يا شباب؟ تكرر فيها الارقام. المجموعه لازم الترتيب او عدم الترتيب انت حر، مفيش مشكله. طيب هنروح دلوقتي ننتقل لحاجه تاني. دايما اي حاجه يا شباب العلاقه بين المجموعات، يعني المجموعات في حاجه دايما تلخبط الطلبه، كل الطلبه يقول لك هو ايه الفرق يا مستر بين تنتمي ولا تنتمي وجزئيه ولا جزئيه؟ واحده يبقى دي كده هنقول عليها الفكره الكام يا شباب؟ التانية. طيب يا مستر تنتمي ولا تنتمي الاولانيه دي، الحته الجزء الاولاني الصغير ده اهو، تنتمي بيتحط بين ايه؟ بيتحط بين عنصر ومجموعه. عنصر وايه يا شباب؟ عنصر ومجموعه. طيب يبقى عنصر ينتمي لمجموعه، او عنصر لا ينتمي لمجموعه. يعني القصه كلها عنصر واحده بس كده ومجموعه. طيب جزئيه، هنا بقى جزئيه ولا جزئيه يا شباب؟ اللي هي ايه؟ تتحط بين مجموعه ومجموعه، دي بحط لها جزئيه، او طبعا لا ايه؟ لا جزئيه. خدت بالك كده؟ يبقى تنتمي ولا تنتمي بتحط بين مجموعه ومجموعه. طيب برضو في حاجه كده يا شباب تعالى نتكلم فيها ونشوف. احنا في حاجه كده مجموعه احنا خدناها اسمها المجموعه رقم 3 في الملاحظات، المجموعه الخاليه. المجموعه الخاليه دي يا جماعه يعني مجموعه ما فيهاش حاجه خالص. انت دخلت الفصل بتاع حضرتك ما لقيتش فيه حد. لقيت ايه؟ ما لقيتش حد، فسماها المجموعه الخاليه. بتتعبر عنها بشكلين، يا اما حضرتك بتكتب قوس فاضي، يا اما حضرتك بتكتب العلامه اللي هي اسمها فاي، دي اسمها مجموعه خاليه، ودي لا يوجد بها ايه يا شباب؟ عناصر. طيب تعالى يا مستر نتكلم في الجزئيه بتاعت تنتمي او لا تنتمي، او جزئيه او لا جزئيه. نشوف كده. طيب وليكن مثلا تعالى ناخد كده حاجات توضح لك مثلا الحاجات دي، زي 2 نقط مجموعه 3 4 5 7 2. هنا تحط تنتمي ولا لا تنتمي؟ هنا حط تنتمي ولا لا تنتمي، ولا جزئيه ولا لا جزئيه؟ وضع تنتمي لا تنتمي
جزئية لا جزئية. طب يا مستر بسيطة، هو ده ايه؟ عنصر، ودي ايه؟ مجموعة. حلو، طالما عنصر ومجموعة ادور في دول، يا تنتمي يا لا تنتمي. هل الاتنين دي موجودة جوه؟ موجودة، يبقى الإجابة يا مستر تنتمي. الإجابة إيه يا شباب؟ تنتمي. طيب سؤال كمان، أما أجي أقول لك 2 ونفس الأرقام 3 4 5 7 2، يا مستر الاتنين دي موجودة هنا؟ حط تنتمي. غلط، أنا هنا ببدأ أقول إيه؟ ده مجموعة، دي يا شباب دي مجموعة. طالما مجموعة أدور في جزئية ولا جزئية. أدور فيها يا شباب في جزئية ولا جزئية. طالما مجموعة أدور في جزئية ولا إيه؟ جزئية. طبعا كلام زي ما أنت شايف كلام سهل وبسيط، تقدر من خلاله تبقى، ده يعتبر يا شباب دي بداية حاجات خدتها في ابتدائي، حاجات بسيطة جدا ملهاش لازمة لو أنت فاهم الدنيا ماشية إزاي. طيب تاني أهو يا مستر، يعني أنت عاوز تقول الاتنين دي جوه هنا؟ بس ينفع تحط تنتمي؟ لا، لازم احط جزئيه او لا جزئيه. ليه بقى؟ قلنا يا شباب عشان دي كده موجوده جوه ودي مجموعه. طب واحده تاني، هنقول مثلا كده 3 نقط مثلا 4 و5 و6. تعمل ايه؟ اول حاجه دي مجموعه، افكر في جزئيه او لا جزئيه. طب هل يا مستر الثلاثه دي موجوده جوه؟ لا مش موجوده، يبقى لا جزئيه. لا ايه يا شباب؟ لا جزئيه، عشان دي ايه؟ مجموعه. خد بالك في ملحوظه، ان المجموعه فاي، الله دي مجموعه نقط من اي مجموعه. المجموعه فاي مش دي مجموعه؟ طالما مجموعه فكر في جزئيه او لا جزئيه، يبقى المجموعه فاي جزئيه من اي مجموعه في الدنيا، من اي مجموعه في الدنيا هي يعني. دي المجموعه ايه يا شباب؟ المجموعه فاي. طيب لو جيت قلت لك ضع صح او خطا، ضع صح او ايه يا شباب؟ او خطا. اكتب لك كام حاجه كده بحيث انت تقدر تميز بين تنتمي ولا تنتمي. ويا جماعه كله كلام بسيط خالص، زي مثلا اما اجي اقول لك الاثنين تنتمي ل2 و4 و5 و6، صح؟ دي من ورا الكاميرا جاوب كده، دي صح؟ صح يا مستر؟ لا طبعا. الله، طب شوف كده صح ولا غلط؟ انا مش عارف، هو ركز كده شويه. الاثنين دي جوه؟ موجوده جوه. الله، دي جزئيه؟ جزئيه. ولا تنتمي؟ المعلومه دي يا شباب صحيحه. اشمعنى؟ عشان دي مع المجموعه. طالما هشتغل على المجموعه اركز فيها يا شباب، طالما هشتغل على المجموعه هركز في جزئيه او لا جزئيه. نفس الكلام، وليكن المجموعه 2 تنتمي ل2 و4 و5 و6، الكلام ده صحيح؟ فكر كده، الكلام ده صح او خطا؟ اشوف يا مستر، اشوف الاثنين موجوده، يبقى الكلام ده صح؟ لا، الكلام ده صح؟ لا طبعا. بس شوف دي مجموعه، ازاي المجموعه احط لها تنتمي؟ يبقى الكلام ده يا شباب، الكلام ده غلط، غلط جدا. مجموعه بنحط لها ايه يا شباب؟ مجموعه لازم نحط جزئيه او لا جزئيه. طب لو قلت مثلا مجموعه فاي نقط، حطيت لك تنتمي لمجموعه 1 و2 و3. انت قلت يا مستر لسه ان فاي دي جزئيه. شفت هنا في خطا يا شباب، دي جزئيه مش تنتمي. دي المجموعه دي جزئيه من اي مجموعه. خدت بالك كده؟ فاي دي تنتمي لاي مجموعه؟ لا طبعا، دي مجموعه يا مستر، والمجموعه لازم تكون ايه يا شباب؟ تكون جزئيه. طيب دلوقتي يا شباب احنا كده وصلنا لنهايه المجموعات. احنا خدنا ايه؟ خدنا تعريف المجموعه، خدنا ازاي تقدر تعمل تقاطع واتحاد، خدنا ازاي حضرتك تقدر تعرف تنتمي او لا تنتمي، او جزئيه او لا جزئيه. طيب هنروح لجزئيه تانية بسيطه، اللي هي يا شباب هنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي مجموعة الأعداد أو مجموعات الأعداد. واحدة واحدة بقى عشان الناس بتلخبط، ونشوف علاقة ده بده، ونشوف الدنيا ماشية ازاي. أول أعداد اخترعوها، خدت بالك كده كمان، كانوا تقريبا اخترعوها العرب زمان، بس هي اتنسبت طبعا للهنود.
ولكن الاعداد اسمها اعداد العد. اعداد العد برمز لها بالرمز يا شباب عين. وليكن انا بقول لحضرتك خش السنتر ده، عد الطلبه اللي موجوده فيه. بتبدا تقول ايه؟ بتبدا تقول صفر ولا بتبدا تقول 1 2 3 4؟ شويه اشياء. بقول لك مثلا عد لمبات الكهرباء اللي في الاوضه دي، بتقول لي دي 1 2 3 4 5. طيب يعني كلمه اعداد العد اللي هي بنستخدمها في العد اللي هي مين يا مستر؟ اللي هي 1. الله، بص يبقى انا كده المفروض كاتب غلط اعداد العد، ولا المفروض نكتب مجموعه اعداد العد؟ عشان كده انا كاتبها في مجموعه اهو. وانا كاتب هنا بطريقتي يا شباب، طريقه السرد اللي هو بسرد الارقام. طيب اللي هي 1 و2 و3 و4 و5 ولحد ماشي لحد معنى النقط دي يا شباب ان هي مكمله كده لحد ما لا ايه؟ ما لا نهايه. يبقى اعداد العد دي، اعداد العد هي بتبتدي من 1 و2 و3. طيب واحد قال لك انا دخلت مثلا الفصل ده ما لقيتش فيه ولا واحد. هطلع اقول للراجل بره ايه؟ الراجل اللي بيقول لي عد، اقول له مفيش. مفيش دي عندنا في الرياضه معناها ايه يا شباب؟ مفيش عندنا في الرياضه معناها الصفر. عشان كده قالوا طب احنا هنزود الاعداد دي شويه، هنزود اسمها اعداد ايه؟ الاعداد او الاعداد الطبيعيه، برمز لها بالرمز يا شباب طه. طيب برضو لازم نكتب كده كلمه مجموعه عشان احنا بنمثلها بقوس مجموعه. عشان كده اتفقنا ايه؟ هنبدا بكام؟ بصفر، 1 و2 و3 و4 وانت ماشي. يعني انت عاوز تقول يا مستر ان طه دي اكبر من عين؟ ازيد منها بالصفر. يعني هي كلها وزودت عليها كمان الصفر. يعني انت ممكن تاخد لي ملحوظه هنا كده على جنب، اخد لك ملحوظه على جنب. يعني انت عاوز تقول لي ان طه دي بتساوي مين؟ مين اللي بنحطه على بعضه؟ كلمه ايه اللي بتعبر عن اللي احنا بنحطه على بعضه؟ كلمه اتحاد. يبقى انت عاوز تقول لي ان هي بتساوي عين اتحاد الصفر؟ ايوه يا مستر، يعني طه دي عين اتحاد الصفر. طيب نكمل في مجموعه ثانيه. طيب تعالى اقول لك حاجه كده، معلومه بسيطه عشان نشوف الطلبه اللي مركزه مش اللي قاعده متيسه. اللي هي ايه يا شباب؟ لو جيت قلت لك هل العين تعرف تعمل لها تقاطع مع ده؟ هو ايه التقاطع ده؟ معناه المشترك في عين ومشترك في طه. بين ده وده فين المشترك؟ فين ها المشترك في عين والمشترك في طه؟ اللي هي المفروض 1 و2 المشترك. بص 1 2 3 4 5 6 اللي هو ده يعتبر ايه يا شباب؟ اللي هو يعتبر عين. يعني انت يا مستر ممكن هنا ناخد حركه كده للطالب حتى بتاع ابتدائي، مش هقول لك بتاع الثانوي، حاجه كبيره اتقطعت مع حاجه صغيره بس الحاجه جواها جزئيه. حاجه كبيره وحاجه صغيره اتقطعوا مع بعض. يعني ايه اتقطعوا؟ اتقطعوا خدنا بينهم المشترك. يبقى وانت مغمض الاجابه يطلع ايه يا شباب؟ الاصغر. الاصغر دي اللي هي مين؟ اللي هي عين. طيب برضو واحده كمان، لو قلت لك طه ناقص عين، ركز، طه ناقص عين، افتكر كده طه فرق عين. ايه طه فرق عين دي؟ طه فرق عين يعني الموجود في طه ومش موجود في عين. المفروض انت بتجاوب دلوقتي ايه اللي موجود في طه ومش موجود في عين؟ الموجود في طه ومش موجود في عين اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو الصفر. الموجود في طه ومش موجود في عين اللي هو مين يا شباب؟ الصفر. اعكس كده الامر. لو جيت قلت لك يعني حركه كده للطالب اللي بيفهم، عين ناقص طه او فرق طه، ايه الموجود في عين ومش موجود في طه؟ دور كده. مفيش حاجه يا مستر. يبقى الاجابه ايه؟ هكتب صفر. كده الكلام غلط، ده مفيش حاجه. كلمه مفيش حاجه، والله ما انت لسه قايل يا مستر ان مفيش حاجه معناها صفر. في مدرسين كل الطلبه يقول له مفيش حاجه. لا انا مفيش حاجه، انا عاوز يا جماعه دايما هنا تلاحظ ان التقاطع طلع مجموعه، الفرق طلع مجموعه. يبقى هنا انا عاوز مجموعه تعبر عن مفيش حاجه. مين المجموعه اللي اسمها مفيش حاجه؟ المجموعه فاي. احسن طلبه كتير جدا يقول لك صفر، طبعا الكلام ده غير مظبوط يعني. طيب نكمل في النقطه الثانيه. طبعا كلام سهل خالص، كلام بص دهب والله يا جماعه. تفهم الرياضه تلاقي نفسك مجمع والدنيا تمام. ما تتوهش بالراحه، حاجات بسيطه. اسس نفسك عشان تقدر تكون كويس. يلا بينا كده. الحاجه الثالثه يا شباب المجموعه اللي بعد كده الاعداد ايه يا شباب؟ الصحيحه. الاعداد الصحيحه طبعا بنرمز لها بالرمز ايه؟ صاد. طيب مين هي صاد؟ برضو الناس قالت ايه؟ احنا دايما بنلاحظ احنا بنعد، قلنا دي عد 1 و2 و3 و4. طب هنا يا شباب قلنا في حاجه اسمها مفيش حاجه، فبدانا بالصفر.
طب صاد دي اللي هي ايه بقى؟ فكر كده. صاد دي واحد قال لك ايه؟ انا خسرت مثلا 1000 جنيه، فعبر عنها ازاي بالرياضه؟ انت لو سالت نفسك كلمه الخساره في الرياضه، انا خسرت 1000 جنيه، وليكن هعملها سالب 1000، خسرت 10 جنيه، خسرت 100 جنيه، فهعملها سالب 10، خساره. طب يا مستر الخساره دي لا هي تبع ط ولا هي تبع ص، عشان كده جابوا مجموعه جديده اكبر واشمل، بقت بتضم عين وطه، وهتزود كمان عليها الاعداد ايه؟ السالبه. يعني لما اجي اقول صاد دي عباره عن ايه؟ صاد دي يا مستر عباره عن حاجات كده، صفر وواحد واثنين وثلاثه. الله، ده دول يا مستر انت بتكتب طه، وهزود عليهم ايه؟ سالب واحد وسالب اتنين وسالب تلاته. يعني انت عاوز تقول ان صاد دي فيها ايه؟ موجب، الاعداد الموجبه والاعداد السالبه، وكمان ايه يا مستر؟ صفر. الله، يعني انت عاوز ممكن تكتب لي ملحوظه كده هنا اللي هي ط صاد دي، ممكن اقول اللي هي ط ومين تاني معاها؟ ط ومين تاني؟ مين اللي هيزيد على ط تاني؟ فكر كده، دول ط وهيزود عليهم ايه؟ دي كده يا شباب، الحته دي كده اسمها صاد سالب. ممكن في ناس بتحط لها تحت كده وفي ناس بتحطها فوق. طب انا عاوز اقول ده مع ده، احنا اتفقنا لما بنخلط تحط على بعض يبقى اسمه ايه يا شباب؟ اتحاد. يبقى صاد دي عباره عن ط وايه؟ طب لو كتبنا صاد دي على هيئه موجب، موجب دي يبقى صاد موجب. ها، طيب الصفر اهو، والسالب صاد سالب. الله، ايه يا مستر انت كتبت الصفر هنا كده ليه؟ ما كتبتوش كده يا جماعه؟ دي اتحاد مجموعات، مجموعات مع بعض، يعني مجموعه شويه مع بعضيهم، وطبعا اتفقنا هنحطهم فيها يا شباب، هنحط في علامه الاتحاد. طيب يعني انت ممكن تقول لي ايه يا مستر؟ طب لو جيت اقول لك حط كده الاجابه دي صح ولا غلط، ضح كده صح ولا غلط. لما اجي اقول لك يا مستر ط جزئي او تنتمي لصاد، طبعا كله هيروح يقول لك ايه؟ دي الاجابه دي يا مستر صح جدا. هي يا عم، طبعا الطلبه كلها هنا غلط، الاجابه دي يا شباب غلط. غلط ليه؟ دي مجموعه، واتفقنا ان المجموعه لازم تحط ايه يا شباب؟ جزئي. انما لما اجي اقول لك ط جزئي من صاد، هتقول لي يا مستر ده كلام صحيح جدا، كلام بسيط، كلام سهل جدا، حاجه محترمه جدا. طيب انا كده وصلت لايه يا شباب؟ دي المجموعه رقم 3، المجموعه صاد. يعني صاد اشمل من مين؟ او صاد بقت عباره عن صاد موجب وصاد سالب وصفر، وممكن نقول هي عباره عن ط، عباره عن ط وازود على الاعداد ايه يا شباب؟ السالبه. طيب في عندك تاني حاجه تاني كبيره. طب يا مستر هسالك سؤال، هو انت ليه بتديني مجموعه الاعداد دي؟ عشان لما تيجي حضرتك تخش سنه تانية اعدادي او ثالثه اعدادي او اولى ثانوي، واقول لك حل المعادله دي، حل المعادله دي كده س زائد 7 بتساوي 12، حل المعادله في ط. طبعا الطلبه تحت ثالثه ثانوي يقعد يقول ايه؟ دي حاجه ملهاش لازمه. لا طبعا، لا ازاي؟ دي ط دي يعتبر حل المساله. تعال نشوف كده. طبعا كل الطلبه عارفه بودي دي بعكس الاشاره، يبقى س بتساوي 12 ناقص 7، بودي دي بعكس الاشاره، يبقى س بتساوي 5. خدت بالك كده؟ جوه ط. يا مستر جوه ط، يبقى الاجابه دي مظبوطه. طيب واحده تاني، س زائد 12 بتساوي 7، عاوز مجموعه الحل يا مستر في ط. يا مستر ما هي انت بتضحك علينا يعني؟ لا مش بضحك عليك خالص، ودي دي بعكس الاشاره، يبقى س بتساوي 7 ناقص 12. طيب خد بالك انا بقلب الموجب سالب طبعا، وده ان شاء الله هناخد فيه جزئيه كده اسمها المعادلات والمتباينات والقصه دي شويه في الحصص طبعا ان شاء الله الجايه. طيب بعدين الس تنزل، 7 ناقص 5 7 ناقص 12 بسالب 5. يا ترى السالب 5 دي جوه ط؟ كله طبعا يقول لك خلاص كده زي الفل، يلا الاجابه سالب 5. طبعا الاجابه هنا غلط، الاجابه مجموعه الحل هكتبها ايه يا شباب؟ فاي. اشمعنى فاي؟ عشان ده مش موجود، مش موجود فيها يا شباب في ط. طيب احنا هنروح دلوقتي لحاجه اشمل واكبر، حاجه اسمها مجموعه الاعداد الايه؟
الاولانيه كانت مجموعه اعداد العد اللي بقدر اعد بيها. الثانيه احنا ممكن نرجع كده لحظه. الاولى كانت مجموعه اعداد العد اللي انا بعد بيها، الثانيه كانت مجموعه الاعداد الطبيعيه، اعداد مترتبه بس قلنا زودنا عليها الصفر. الثانيه مجموعه الاعداد الصحيحه. زي ما انت شايف ايه مجموعه الاعداد الصحيحه؟ ارقام صحيحه، بس بدل ما هي موجب بقت موجب يمين اهو، بقت موجب وكمان معاك سالب اللي هي بتعبر عن الخساره. طب انت يا مستر هتدرس ح دي ليه؟ طيب او هتدرس الجايه دي ليه؟ لما اجي اقول لك 2 ونص 2 و3 من 10 تنتمي لصاد، 2 و3 من 10 تنتمي لصاد، لا الكلام ده يا مستر غلط. عشان كده جم قالوا لك ايه؟ لازم نعمل مجموعه جديده تضم الكسور. خدت بالك كده؟ بلاش 2 و3 من 10. لما اجي اقول لك مجموعه نص ينتمي لصاد، الله ايه نص؟ لا يا مستر احنا ما خدناش نص دي، نص دي مش تبع صاد. طب يبقى الكلام ده برضو غلط. عشان كده جابوا مجموعه جديده اسمها مجموعه الاعداد النسبيه. مجموعه الاعداد النسبيه. ايه هي مجموعه الاعداد النسبيه؟ مجموعه الاعداد النسبيه يا جماعه هي اي عدد ينفع اكتبه يصلح كتابته على صوره بسط على مقام. عاوز اكتبه على صوره بسط ايه على مقام؟ يعني الاعداد النسبيه دي اللي هي الكسور يعني. الف على ب، حيث الف وب. اعداد ايه؟ اعداد صحيحه. طبعا فهمنا يعني ايه اعداد صحيحه؟ يعني تبع صاد. ولازم اللي تحت الب دي ما بتساويش الصفر. انا مش فاهم يا مستر، تعال نشوف كده. لما اجي اقول لك 5 على 2، هل ده يا مستر، هل 5 على 2 ده عدد نسبي؟ اه طبعا عدد نسبي. ليه؟ هل بيطبق الحاجه دي؟ هل ده عدد صحيح؟ اه طبعا عدد صحيح تبع صاد. هل ده تبع صاد؟ اه تبع صاد. طيب حقق البدايه يبقى ده تبع نون. طيب هل يا مستر، هل الصفر ده عدد صحيح؟ الله لا، ده مش صورة بسط على مقام، لا هو بسط على مقام. الواد الشاطر اللي قاعد ده هيقول ايه؟ يا مستر ده فيه رقم تحت واحد. اي عدد في الدنيا ما تحتهوش مقام يبقى تحته كام؟ واحد، بس احنا ما بنحبش نكتبه يعني. يبقى فعلا ده عدد نسبي. ده عدد ايه يا شباب؟ عدد نسبي. خلي مثلا اديتك -3 على 2. برضه طب ما دي تبع صاد، بس دي صاد السالبه يعني اللي هي صاد يعني، ودي تبع صاد ودي ما بتساويش الصفر، يبقى برضه عدد نسبي. خدت بالك كده؟ طيب برضه اما اجي اقول لك 2 ونص تبع عدد نسبي ولا لا؟ اه طبعا يا مستر عدد نسبي. ما 2 ونص دي معناها ان هي بتساوي كام؟ 25 على 10. ممكن طبعا اختصرها، بس انا بكلمك على ايه؟ على شكلها كده. 25 على 10 تبقى عدد نسبي. طيب يا مستر برضو لما اجي اقول 2 ونص، طبعا دي كنت انا بقولها لكم اللي هي ايه؟ طلبه زمان يقول لك ايده في رجله زائد راسه عشان تفكها. ايده في رجله زائد راسه، 2 في 2 ب4، 1 5، يعني كأن دي يا شباب 5 على 2. ايده في رجله زائد راسه، 2 في 2 ب4، 1 5 على 2 برضو نسبي. طيب دي كده. طيب يا مستر خليني اديتك رقم زي ده، 3 علامة 4 1 5 مش عارف 6، أرقام كتير كده. ده بقى إيه؟ ده بقى يا شباب ده عدد هنبدأ ناخده دلوقتي حاجة اسمها مجموعة الأعداد إيه؟ غير نسبي. عشان ما أقدرش أعبر بيها على بسط إيه؟ على مقام. طب مجموعة الأعداد النسبية اللي برمز لها بالرمز يا شباب نون. برمز لها بالرمز نون. طيب نكمل. لو جينا اتكلمنا برضو عن، اتفقنا يا شباب يعني مثلا جذر 5، لو رحتوا تعملوا على الآلة الله ده هيطلع شوية أرقام كتار، 2 وشوية حاجات كتار كده، بص 2 وشوية حاجات كده كده كده، أرقام 2 3 4 5. هل الأرقام دي تبع نون؟ لأ طبعا دي مش تبع نون. يبقى تبع مين؟ جينا مطلعين حاجة جديدة اسمها إيه يا شباب؟ نون شرطة. مين نون شرطة؟ مجموعة الأعداد النسبية غير النسبية قصدي. يبقى نون دي الحاجة اللي أقدر أحطها بسط ومقام. طب مين نون شرطة؟ الأعداد بالبلد اللي ملهاش جذر، اللي ما يقدرش أحطها على صورة بسط على مقام، دي اسمها نون إيه يا شباب؟ نون شرطة. مثلا زي باي، طبعا كلكم عارفين باي اللي هي إيه؟ باي دي يا شباب حاجة تبع الأعداد اللي هي بتساوي 3 علامة 14 من 100، ده عدد غير نسبي.
عدد ايه يا شباب غير نسبي، اللي هو يعتبر ايه تبع مين؟ نون شرطه. طبعا عارفين نون شرطه ايه وهي نون ايه والكلام ده عشان بس ما تتوهش. طيب ايوه يا مستر، طيب تعالى نتكلم مثلا عن حاجه اكبر من كده. انت دلوقتي قدرت تكلمنا في دي وتكلمنا في دي، هل في اعداد تانية؟ اه طبعا، مجموعه الاعداد الحقيقيه. الاعداد الحقيقيه. مين الاعداد الحقيقيه؟ الاعداد الحقيقيه الاول برمز لها برمز اسمه ح. دي كلها رموز يا شباب. طيب لو جيت قلت دي مجموعه اعداد ايه؟ العد. طبعا عارفينها اللي هي 1 و2 و3. لما اجي احط معاها الصفر بقى كلها كده عباره عن ايه؟ طه. طيب لما اجي احط معاها صاد سالب او الاعداد السالبه بقى كل دي كلها اسمها ايه يا شباب؟ يعني الاول عين هزود عليها الصفر تبقى طه. طه ازود عليها صاد سالب تبقى مين؟ صاد. طب صاد ازود عليها ايه؟ نون. خدت بالك كده؟ ونون شرطه. اصبح كله ده اسمه ايه يا شباب؟ كله ده اسمه ح. يعني اكبر حاجه ممكن مخك يوصل لها اللي هي مين يا شباب؟ ح. يعني اي رقم في دماغك يتبع ح. ح دي بيسموها مجموعه الاعداد الحقيقيه. يعني انت عاوز تقول لي يا مستر، طيب خد كده مثال بسيط كده على المعادلات برضو. لو جيت قلت لك س تربيع ناقص 25 بتساوي صفر او زائد 25، حل كده يا مستر. وديت ال 25 بعكس الاشاره يبقى س اس 2 هتساوي سالب 25. طيب بعد كده طبعا اي س كده فوقها اس 2 يا شباب بجيب لها الناحيه الثانيه جذر، يبقى س بتساوي جذر سالب 25. عاوز اتخلص من الاثنين. الله، ده مفيش جذر العدد سالب. يعني انت عاوز تقول ان ح دي حاجه واحده اللي مش موجوده فيها، كل حاجه موجوده فيها ما عدا حاجه واحده. يبقى ملحوظه بسيطه ان ح دي لا يوجد بها الجذر السالب. كل حاجه بعد كده تاني موجوده فيها، اللي هو ايه؟ مثلا 5 و10 و112 ومليون و2 مليون، اي رقم في دماغك ما عدا ده. انما ده ان شاء الله هتلاقيه بعد كده للناس اللي هم طبعا كانوا في اولى ثانوي، هتلاقي ان السين دي بتساوي، هجيب جذر 25 ب5 والجذر السالب دي تطلع بيها يا شباب بت. وما تنساش طبعا الموجب والسالب، ودي حاجه اسمها مجموعه الاعداد. دي اكبر حاجه بقى خالص، مجموعه الاعداد المركبه، برمز لها بالرمز يا شباب كاف. وان شاء الله طبعا دي ليها شغل كبير جدا هناخده في حصه لوحدي وحاجه كبيره. طيب كده احنا خلصنا، اتكلمنا في مجموعه الاعداد كلها واتكلمنا في المجموعات. هنروح دلوقتي على جزئيه ثانيه بسيطه اللي هي يا شباب بنتكلم في الفتره. الفتره وشكل الفتره ومين هي الفتره وليه هنستخدم الفتره. طيب احنا اتفقنا خلاص ان المجموعه عباره عن، او المجموعه عبارة عن شوية أرقام، 1 2 3 4 كده. لما أجي أقول لك المجموعة دي فيها الأرقام دي بس، هل في 2.5 هنا؟ لا يا مستر مفيش 2.5. هل في 5 هنا؟ لا برضه مفيش. فإحنا دلوقتي عاوزين نقول نكتب حاجة تعبر عن 2.5 و3.5 و4.5. عشان كده ننتقل لحاجة تانية اسمها إيه يا شباب؟ الفترة. والفترة دي يعتبر جاية من كلمة فترة زمنية، الزمن. وانت بتاخد مثلا حصة درس مثلا مع مستر معين، بتبتدي مثلا ميعادها الساعة 1 وتخلص الساعة 5، من الساعة 1 لحد الساعة 4. فاهم قصدي؟ دي فترة زمنية. وانت ماشي كده في النص بيعدي عليك الساعة 1 و1 وربع و1 و10 و1 ونص و2 و2 ونص. عشان كده قلنا شكل الفترة. أول حاجة هتعرفها في الفترة شكل الفترة بتاعتك، شكل القوس بتاعها، والقوس بتاعها زي ما انت شايف. ودي بيسموها فترة ايه يا شباب؟ فترة مغلقة. ادي دي أول حاجة، فترة ايه يا شباب؟ مغلقة. طيب ايه الحاجة التانية؟ برضو في حاجة زيها بالظبط لما يعمل جنب وجنب كده، بص دي اسمها فترة مفتوحة. طيب ممكن برضو تتكتب كده، دي فترة نصف مفتوحة، قصدي نصف مفتوحة. ودي فترة نصف مفتوحة برضو، وممكن تنفع نصف مغلقة، ما فرقتش. طيب زيها بالظبط لما يجي يعمل كده يبقى دي اسمها فترة يا شباب مفتوحة. فترة مفتوحة.
طيب تعال نتكلم واحده واحده. ايه هي الفتره المغلقه؟ تمام، ادي الجزء الاولاني. والفتره بتعبر عن ايه؟ وايه اصلا قلنا الفتره دي عباره عن كلمه بتعبر عن فتره زمنيه، زي اللي حضرتك قلنا بتاخد درس من الساعه 1 لحد الساعه 4. يعني لو انا هاجي كاتب لك كده من 1 لحد 4، دي اسمها فتره مغلقه. الساعه 1 معناها جت عليك هنا وانت قاعد في الفتره، يعني الواحد ده تبع الفتره، وخلصنا الساعه كام؟ 4. طيب لو انا جيت قلت لك تقدر الواحد جوه الفتره دي؟ اه يا مستر الواحد ينتمي، الاربعه تنتمي، الاربعه تنتمي. طب الاتنين ونص؟ اه يا مستر جوه، ما هي الساعه 2 ونص هتيجي عليها وانا ماشي. يعني انت عاوز تقول ان جميع الارقام الموجوده من 1 لحد 4 موجوده هنا؟ اه. طب اقول لك على حاجه، تقدر تعدهم؟ اه يا مستر انا اعدهم لك، 1 و2 و3 و4. غلط طبعا. الفتره يا شباب فيها عدد لا نهائي من الارقام، ده 1 و1 و1 من 10 و1 و2 من 10 وارقام كتير جدا. خدت بالك؟ كلام سهل وبسيط جدا. طيب يا مستر انت عاوز تقول ان الواحد جوه الفتره دي والاربعه واثنين، وممكن انا بقول لك 1000 رقم. طب دي بتتمثل ازاي على خط الاعداد؟ اهي اللي هي ازاي؟ عند الواحد وعند الاربعه وباجي عامل كده وخلاص كده. دي معناها الارقام من 1 لحد كام يا شباب؟ 4. طيب تعالى نشوف حاجه تاني. لما اجي اقول لك الشكل كده، دي كام؟ من 1 لحد كام؟ برضه 4. بس يا مستر دي معناها ان انا الواحد ده مش موجود معاه، ده انا ما بداتش من 1. انا كانت بدايتي هنا، بدايه الحصه بتاعت الدرس بتاعتي كانت 1 مثلا وثانيه، 1 و1 من 10. المهم ان انا ما بداتش الساعه 1، يعني 1 ده لا ينتمي للفتره دي. فاهم قصدي؟ شوف لما يكون مفتوح كده معناه ان الواحد ده مش جوه، احنا بدانا بعديها على طول 1 وشويه، حته كده بسيطه. خدت بالك كده؟ طب هنا وخلصنا قبل الساعه 4، يعني انت عاوز تقول الاربعه برضو لا تنتمي؟ اه لا تنتمي. طب اللي بينهم بقى زي 2 ونص؟ اه يا مستر ينتمي في ثانيه. اي رقم بقى ما بين الاثنين، الواحد والاربعه، موجود جوه. طيب هتكتبها ازاي؟ هتمثلها ازاي على خط الاعداد؟ هتعمل هنا ادي 1 وادي 4، تعمل هنا دايره مفتوحه وهنا دايره مفتوحه وتوصل بينهم. دي معناها ان الواحد والاربعه مش موجود. طب انا احب اسالك سؤال، هنا بدانا من كام؟ هنا كانت بدايتنا 1 وكانت نهايتنا 4، هنا بادئ من كام؟ يا مستر بادئ من 1 و1 من 10. هنا بص انا بادئ 1 من 10، الكلام ده غلط. طب بادئ 1 وعلامه مثلا 3 من 10، بادئ 1 من 1000 كده، غلط. بادئ من رقم اللي هو قبل الواحد على طول، ان هو بيننا وبين يقترب من الواحد، بس انا مش يعني الارقام مش عارف انا بادئ منين بالظبط. انت فاهم قصدي؟ عشان طالب ثانوي عام ما يقوليش ايه يا مستر انا بادئ من 1 من 10. لا انت ما تعرفش ولا انا اعرف. طب انا مخلص الساعه كام؟ انا مخلص الساعه 3 و99، 3 و8. غلط برضه. انا مخلص اقترب من 4، بس فين بالظبط ما اعرفش. يعني انت هنا عاوز اقول لك ان الفتره المفتوحه دي، ان الواحد ده مش بدايتي، انا بدايتي بعد الواحد على طول. طيب الفتره دي 1 و4 كده، طبعا خلاص انت فهمت الواحد هنا بدايتنا 1. اه طبعا بدايتنا 1. نهايتنا 4؟ لا مش نهايتنا 4، نهايتنا نقترب من الاربعه، احنا قربنا على الاربعه. طبعا لما تيجي تمثلها على خط الاعداد سهله جدا، هتبدا عند الواحد وعند الاربعه، طبعا عند الاربعه عشان مفتوحه بنعمل دايره مفتوحه، وتيجي عامل ايه كده وخلص الموضوع. طيب ده كده يا شباب شكل عام عن الفترات، اللي هي فتره مغلقه، نصف، فتره مفتوحه. طب وقدرنا نعرف دلوقتي دي بدايتها ايه ونهايتها ايه؟ دي بدايتها فين ونهايتها فين؟ وهتقول لي بدايتها 1. لا انا كده بقى غلط، بدايتها مش 1، دي بدايتها 1 وكام؟ شويه حاجه بس نقترب من الواحد. خلاص دي بالنسبه للفتره. طب انا اسالك سؤال، احنا خدنا الفتره، هل انت تقدر تعبر عنها بطريقه اسمها طريقه الصفه المميزه؟ هي مستر طريقه الصفه المميزه دي اللي انت قلت لي عليها خدناها في المجموعات، اللي هي ازاي مثلا؟ شوف كده، هقول س نقطتين، س تنتمي لح. الله، ايه بقى الكلام اللي انت بتكتبه ده؟
معنى ان العناصر دي كلها تنتمي لح. طب ليه يا مستر ما قلتليش س تنتمي لصاد، تنتمي لعين؟ لا، عشان هنا ممكن يكون في 2 ونص، 2 وربع، 2 وخمس، الحاجات دي كلها تبع ايه قلنا؟ تبع ح. طيب وس هنا ايه؟ اكبر من او تساوي الواحد، يعني هي اكبر من الواحد، واصغر من او تساوي كام يا شباب؟ او تساوي الاربعه. اكبر من او تساوي الواحد، بدايتك واحد ونهايتك كام؟ اربعه. طب يا مستر فهمنا التاني. س نقطتين، س تنتمي لح. خلاص انت فهمت س دي معناها عنصر، وس تنتمي لح. افهم رياضه، افهم رياضه، ما تقعدش ايه المستر بيعمل يكتب في رموز. س تنتمي لح، اتفقنا ان الفترات دي جواها كسور وارقام عشريه وارقام مش عارف ايه. طيب طالما انا جوه الارقام دي يبقى اذا انا ايه؟ انا تبع ح. طيب س اهي، س هنا فين؟ ما بين الواحد. طب كويس، انت بتضحك علينا يا مستر، ده مش بين الواحد، لا ده هي بين بعد الواحد بشويه. عشان كده بص بعمل كده وما احطش علامه يساوي. شوف الفرق، هنا يساوي معناها ان هي مقفوله موجوده. وهنا كام يا شباب؟ 4. دي كده ايه؟ س تنتمي ايه؟ لح. ودي نفس الفكره. خلاص بقى انت حفظت س اهي، حيث س تنتمي لح، وبتكتب برضو س. الله، دي يا مستر مقفوله يبقى دي تحتها يساوي. طب ودي دي بص مفتوحه، مفتوحه بص يبقى ما تحتهاش يساوي. طيب جزئيه اخيره. لاحظ ان الفترات دي كلها لها بدايه ولها نهايه، عشان كده بنسميها فتره محدوده. ايه يا مستر محدوده؟ يعني لا اول ولا اخر، بدايتك 1 واخرك 4. طب هل في فتره مش محدوده؟ لما اجي اقول لك س حيث س تنتمي لح، س اكبر من الواحد. ايه يا مستر ده؟ س اكبر من واحد، كلام بسيط جدا. ايه اللي اكبر من الواحد؟ طب يبقى 1 و2 و3 و4 و5. طب انا عاوز اكتبهم على هيئه فتره، عاوز اكتبهم على هيئه فتره، على هيئه فتره. يبقى هقول ايه؟ 1. انا هكمل كده لحد فين؟ ما لا نهايه. الواحد تحتيه شرطه، لو تحتيه شرطه كده تحتيه علامه يساوي يبقى معانا في الحل. ما تحتهوش خلاص، والما لا نهايه دائما مفتوحه. يعني لو تحتيه شرطه هيكون معانا ايه؟ في الحل. طب واحده كمان عشان مش فاهم كويس. افرض يا مستر اديتك س حيث س تنتمي لح، س اصغر من الصفر. دي معناها ايه يا شباب؟ س اصغر من الصفر. ايه اللي اصغر من الصفر يا مستر؟ سالب 1 وسالب 2 وسالب 3 وارقام كتير. طيب بسيطه، يعني انت ممكن تقول لي ايه؟ صفر وكام؟ انا ماشي ناحيه سالب ما لا نهايه، صح الكلام ده او غلط؟ دايما يا شباب حاجه تعرفها، لو رجعنا كده الفتره دايما انا بكتب الرقم الصغير الاول، يعني لازم الاصغر يكون في الاول. بس 1 و4 ما ينفعش اكتب 4 و1. انت مش هتبدا الحصه الساعه 4 وترجع تروح الساعه 1. افهم الفتره. لا، انت بتبدا الساعه 1 وتخلص الساعه 4. صح ولا كلام غلط؟ فدلوقتي يا شباب انت بتبدا 1 وتخلص 4. هنا بقى فالكلام اللي انا كنت بقول لك عليه ده ما ينفعش اكتبه صفر وسالب ما لا نهايه. من الصغير سالب ما لا نهايه وصفر. طيب سالب ما لا نهايه دي يا شباب دايما مفتوحه، والصفر تحتيه شرطه لا يبقى مفتوح برضه. طيب واحد يقول لي يا مستر هي ايه السالب ما لا نهايه دي وايه الما لا نهايه دي؟ خليني قلت لك قعدت تعد لحد بالليل كده مثلا، هتوصل لكام يا مستر؟ ده انا ممكن اعدي 2 مليون بس انا شاطر. طب في بعد كده؟ طب خلي واحد فضل يعد طول حياته. يعني الما لا نهايه دي بتعبر عن اكبر رقم انت ممكن توصل له، انما هي ايه في الحقيقه انا ما اعرفش ولا انت تعرف. فرقم احنا عاوزين نقول ده رقم كبير قوي، رقم كبير قوي، يعني حاجه كبيره. يعني زي ما تقول كده انت معاك مثلا يجي 25 جنيه، فهتقول ده رقم كبير. فطبعا الما لا نهايه ده والسالب ما لا نهايه ده يا شباب رقم كبير. وطبعا لما اقول سالب ما لا نهايه وما لا نهايه معناها ايه؟ الخط كله اللي هو الخط ده، دي اللي معناها ايه يا شباب؟ معناها بتعبر عن ح. يعني ح دي مش كل الارقام، عشان ده كده بيسموه ايه بقى؟ خط الاعداد الحقيقيه. مدرس مستر يجي يقول لك عبر على خط الاعداد الحقيقيه او مثل على خط الاعداد الحقيقيه، هو ده. عشان كده اخره هنا ما لا نهايه.
واخره هنا سالب ما لا نهايه يمين وشمال طبعا. وده كله بيعبر عن ايه يا شباب؟ بيعبر عنها. يبقى انا دلوقتي قدرت اوصل لك ليه يا شباب؟ للفتره. في جزئيه كده بسيطه اللي هو ازاي نتعامل الفترات، مثلا تعمل لها تقاطعات وتعمل لها اتحادات مع بعضيها. طبعا دي حته مهمه ومش كل الطلبه بتعرف تحلها كويس. تعالوا كده نشوف يا مستر. لما اجي اقول فتره اسمها س بتعبر مثلا عن كام؟ 1 و5. وفتره اسمها ص وليكن -2 و3. عاوز اجيب س اتحاد ص، عاوز اجيب س تقاطع ص، عاوز اجيب س فرق ص على هيئه فترات بقى. فترات مش مجموعات، فترات وليست مجموعات. والله يا شباب يعني في طرق كتيره، بس احنا اتفقنا احنا بنحاول نفهمكم الاول هو يعني ايه اتحاد، بنفهمك معاني الحاجات عشان تبقى عندك راسخ في المفاهيم، شاطر في مفاهيم الرياضه. طب يعني ايه س اتحاد ص؟ احنا بنخلط ده على ده. طب ما تيجي نمثل مثلا الفتره دي. الفتره دي بتمسك من 1 لحد كام يا شباب؟ لحد 5. اهو يا سيدي مقفوله طبعا. الفتره الثانيه ماسكه من -2، دي طبعا هسميها ايه يا شباب؟ س. الفتره الثانيه ماسكه من -2 لحد 3، وهسميها ايه يا شباب؟ ص. طيب انت بمخك كده فين يا مستر التقاطع او فين الاتحاد؟ الاتحاد قلنا بنخلط كله مع بعضه، حط الكله مع بعضه. يعني اولك فين الاتحاد؟ بص ماسك من اول هنا لحد هنا، يبقى الاتحاد -2 يا مستر و5. ماسك من اول هنا لحد هنا. اخلط الحمراء على السوداء، اخلط دي على دي، هتطلع الاجابه ايه يا شباب؟ من -2 لحد كام؟ 5. طيب س تقاطع ص فين يا مستر الحاجه المشتركه؟ بص باينه قدام حضرتك اهي، بص اهي. شوف 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 اهو، ده التقاطع. يبقى من 1 ل3 اهي مثلا. تمام كده؟ من 1 لكام يا شباب؟ ل3. طيب س فرق ص، س فرق ص دي معناها ايه؟ اللي مش موجود او اللي موجود في ص ومش موجود في س. اللي مش موجود في ص. طب ما تيجي اقول لك على طريقه سهله، شيل السين، شيل قصدي الصاد. هي فين الصاد؟ الصاد دي، شيل كده الصاد اهي، شلت الصاد. ايه اللي بقى قدام حضرتك؟ 3 و5. تاني س فرق ص، شيل الصاد، شيلت السوله دي خالص، يبقى لي كام؟ 3 و5. طب يا مستر الثلاثه دي اشاره علامتها ايه؟ والخمسه؟ الخمسه كده كده مقفوله. طب والثلاثه انا مخبيها تبقى مفتوحه. طيب هي دي الطرق اللي كل المدرسين بيفهموا لك شيل وحط ودي تقاطع دي. طب ناخد طريقه كده بسيطه، طريقه المصري لحل الفترات. طبعا دي يا جماعه حاجات كده بسيطه، يعني بعملها لهم كده كده للطلبه عشان تبقى حاول تفهم. طبعا دي طريقه حركات يعني. تعالى كده نتكلم، هنمثل برضو نفس القصه. الحته الاولى كام يا شباب؟ الفتره الاولى اهي من 1 ل5، والفتره الثانيه من -2 ل3. عند كل خط من دول يا شباب اعمل خط كبير. الاول والاخير وصلهم من تحت، واللي في النص وصلهم من فوق. وهنا س ناقص ص، مش دي س الاولى يبقى س اهي، ودي ص اهي. مش هي كتبنا س وص؟ يبقى س اكمل تحتها ص، ودي ص اكمل تحتها ايه يا شباب؟ س. تاني بقى، عند كل خط من دول عملت خط كبير، الاول والاخير وصلتهم من ايه؟ من تحت. والاثنين اللي في النص وصلتهم من ايه؟ من فوق. طيب بعدين يا مستر انا عاوز بقى احل، يلا يلا س اتحاد ص، س تقاطع ص، س فرق ص. طيب نشوف كده. س اتحاد ص، بص يا مستر، بص 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 اهو، س اتحاد ص. بص شوف 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 القوس بتاعك، بص شوف شوف شوف، س اتحاد ص اهو. يلا من كام؟ من -2 ل5. طيب س تقاطع ص اهو يا مستر، س تقاطع ص،
س تقاطع ص يبقى كام هنا يا شباب؟ س تقاطع ص من هنا اللي هي كام؟ دي 3 اهي، وده 1، من 1 ل3. س فرق ص، س ناقص ص يبقى من 3 ل5. وقلنا عشان احنا بنبقى مخبيين يبقى دي مفتوحة ودي مقفولة. دلوقتي يا شباب أنا اتكلمت في أكتر من حاجة. اتكلمت أول حاجة يا شباب في المجموعات كلها وخلصتها، اتكلمت في تنتمي ولا تنتمي، اتكلمت في الفترات كلها، اتكلمت في الحاجات دي كلها. أنت حاسس إن أنا ما اديتش حاجة؟ لا، دي حاجات أساسية يا جماعة وحاجات مظبوطة جدا، حاجات تخلي مستواك عالي جدا. طيب تعالى يا مستر نتكلم في نقطة كمان، مثلا المعادلات. المعادلات طبعا المعادلات حاجة مهمة جدا جدا جدا. طيب نشوف كده المعادلات. المعادلات هناخد جزء بسيط منها كده ونشوف، ويبقى نكمل الفترات إن شاء الله في الحصة الجاية، والدنيا بسيطة يعني. طيب إيه المعادلات دي يا شباب؟ كلمة معادلة أساسا دي معناها إيه؟ لما أجي أقول لك مثلا س زائد 2 بتساوي 5، إيه قيمة الرقم س ده اللي تخلي الحسبة دي مظبوطة؟ يعني ده حاجة فاضية وده 2، الحاجة الفاضية دي أحط فيها كام عشان أجمعها على 2 تطلع ب5؟ هي دي مجموعة حل المعادلة. طبعا أنتوا عندكم معادلات كتير جدا، فاهم قصدي؟ أول نوع من المعادلات اللي هي معادلة الدرجة الأولى، يبقى إحنا ناخد دلوقتي معادلة الدرجة الأولى، وناخد كمان معادلة الدرجة الثانية، أو ممكن ناخد معادلة الدرجة الأولى بس يا شباب، فاهمين قصدي؟ والباقي ممكن نكملها في إيه؟ نكملها في الجزء الثاني. طيب تعالى مثلا معادلة الدرجة الأولى لما أجي أتكلم أقول س زائد 5 بتساوي مثلا 7. قلنا أنت بتعمل حاجة بسيطة جدا جدا، أنت بتعمل عكس الحاجة. دي طريقة الحل أصلا، إحنا خلاص فهمنا المعنى بتاع المعادلة. يعني أنت دلوقتي عاوز تشيل س دي، حد رخم بيكره اللي جنبه، فإحنا لازم اللي جنبه ده نشيله نوديه بعيد عن الأوضة دي. طب يا مستر إيه يعني؟ يعني هنا لو دي بالزائد أوديها الناحية التانية بناقص. يعني ممكن أعمل كده حتة صغيرة كده أهو، لو زائد نعمل عكسها تبقى إيه يا شباب؟ ناقص. طيب لو ناقص نعمل عكسها إيه؟ زائد. حلو كده؟ طيب لو في نقلبها اسمة. طب لو اسمة نقلبها في. يعني أنت بتعمل عكس الحاجة. طب يعني س يا مستر زائد 5 بيساوي كام؟ بيساوي 7. يبقى أقول إيه؟ أقول س بتساوي 7 ناقص 5. شيل دي الموجب واديها الناحية التانية، يبقى س بتساوي كام يا شباب؟ 2. طيب تعالى مثلا نتكلم في حاجة تاني زي كده. أما أجي أقول مثلا 3 س ناقص 3 بتساوي مثلا كام يا شباب؟ بتساوي 6. عاوز نتصرف نحاول نجيب قيمة س. الموضوع أبسط ما يكون. احنا اتفقنا الس دي بنعمل عكس الحاجة. مين عكس الحاجة؟ خلينا في دي، قدامك ناقص وقدامك دي. الأول هنا مفيش بينهم علامة، نحط علامة صغيرة كده اللي هي إيه؟ في. طيب أول خطوة عاوز أتخلص من التلاتة، ولا أتخلص من دي ولا من دي؟ أتخلص دايما من البعيد. مين البعيد عن السين؟ التلاتة دي ولا التلاتة دي؟ التلاتة اللي هناك دي يا شباب أوديها بعكس الإشارة، بدل ما هي بالسالب تكون بالموجب. طب نمشي كده واحدة واحدة. يبقى دي نزلت زي ما هي، يعني دي ماليش دعوة بيها. وديت ناقص بالناحية التانية يبقى زائد. وما تلخبطش، دايما لما تيجي تروح من وراها، ما تروحش من قدامها عشان تظبط الإشارات. طالب تالتة ثانوي بيغلط في حاجات زي دي كده. طيب التلاتة س تنزل زي ما هي. 6 و3 كام يا شباب؟ 9. احنا اتفقنا بنعمل عكس الحاجة. دي كانت ناقص راحت بزائد. طب هنا دي زائد ولا ناقص ولا ضرب ولا اسم ولا ايه؟ طالما هنا مفيش علامة حط علامة صغيرة كده اسمها علامة الضرب. عكس الضرب ايه يا شباب؟ اسمها. يبقى 9 على التلاتة. يبقى تاني كانت ناقص قلبتها زائد. طيب جمعت وظبطت حالي، بعد كده كانت ضرب قلبتها اسمها. يبقى السين بتساوي كام يا شباب؟ 3. ده كان حاجة بسيطة جدا كده كده على المعادلات. احنا بنحاول ايه؟ نوصل لك نقط بسيطة. طيب شباب، احنا خدنا في الحصة الأولى محاضرة التأسيس، خدنا فيها المجموعات كلها، خدنا فيها
شكل المجموعات، ازاي تقدر تتعامل مع المجموعه وتعريف المجموعه والمفاهيم الاساسيه للمجموعه. خدنا تنتمي ولا تنتمي، وخدنا الحاجات دي كلها طبعا زي لو رجعت لشكل الحصه. ان شاء الله يا جماعه معانا اكتر من حصه تاسيسيه عشان نقدر نوصل بيك انك تكون واقف على ارض ايه؟ ارض صلبه، تبدا تكمل معانا في السنه اللي انت بادئ فيها، سواء اولى ثانوي، سواء ثالثه اعدادي، سواء ثالثه ثانوي، اي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله نلتقي في الحصص التاسيسي التاليه.